اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات فوازير ومنين يا بلدينا واحنا بلدنا ايه. والمطلوب تقولوا لنا اسم المحافظه اللي احنا بنتكلم عنها. محافظتنا اللي بنتكلم عنها النهارده هي احدى محافظات دلتا نهر النيل وبتقع في اقصى شمال مصر، وعاصمتها مدينه بتحمل نفس اسمها. مساحه محافظتنا حوالي 3748 كيلو متر مربع، 14 مدينه، 10 مراكز و44 وحده محليه. عدد سكانها حوالي 3,737,686 نسمة. بتعتبر محافظتنا من المحافظات الأولى في زراعة القطن طويل التيلة الخاص بالتصدير، وأهم محصول عندها هو الرز. وانشأت محافظتنا سنة 1949 بعد أن كانت جزء من محافظة الغربية، وسميت محافظتنا نسبة إلى عاصمتها الحالية اللي بتحمل نفس اسمها. أما عن المدينة عاصمة محافظتنا فهي تعرف قديما باسم قرية دلقيون، ومع الفتح الإسلامي وانتشار اللغة العربية فكانت كلمة كفر بتطلق على القرية الصغيرة الدائرية. عارفة إن انتوا لسه معرفتوهاش، بس أنا بحاول أسهلها لكم وأقربها لكم، ركزوا معايا شوية صغيرين. في سنة 600 هجري أتى قرية دلقيون الشيخ طلحة التلمساني من بلاد المغرب، وبيعود نسبه إلى الإمام الحسين ابن علي رضوان الله عليه، واستقر بالقرية مدة تصل إلى 31 سنة. وعندما توفى في 631 هجري دفن في القرية، ولاعتقاد سكان أهل القرية ببركته فأقاموا له ضريح، ومنذ ذلك الوقت اشتهرت القرية باسم كفر الشيخ طلحة. ويبقى أنا كده حليت لكم الفزورة. وفي عهد الملك فؤاد الأول أقام ليه قصر في محافظتنا كنوع من أنواع الاستجمام، وأطلق عليها اسم الفؤادية، واستمر هذا الاسم حتى ثورة 23 يوليو سنة 1952 لما قررت قيادات الثورة إرجاع الاسم القديم لمحافظتنا، ولكن بدون كلمة طلحة، وده للاختصار وللدلالة على كثرة الأضرحة الصيفية اللي موجودة في محافظتنا، ولإيمان أهالي محافظتنا ببركتهم حسب الثقافة الشائعة عندهم. في 4 نوفمبر من كل عام بتحتفل محافظتنا بالعيد القومي ليها، وده ذكرى لتخريب معركة البرولوس البحرية، واللي انتصرت فيها البحرية المصرية على الفرنسية بالعدوان الثلاثي في 4 نوفمبر سنة 56، ودمرت السفينة جاب بارد، وده كان بمساعدة أهالي محافظتنا. أما بقى عن أهم المعالم السياحية اللي موجودة في محافظتنا، فهنلاقي اللي فيها العديد والعديد من المعالم السياحية اللي بترجع لحقب تاريخية مختلفة. أهمها وأشهرها على الإطلاق تل الفراعين، اللي بيعتبر من أهم وأقدم الآثار بالوجه البحري، وده لأن المنطقة دي كانت أول عاصمة من عواصم مصر منذ فجر التاريخ في العصر المصري القديم منذ الملك مينا. منطقة تل سخا من أهم المناطق السياحية اللي موجودة في محافظتنا، وهي بقايا مدينة أثرية مصرية قديمة كانت عاصمة الإقليم السادس من إقليم الدلتا. آثار قرية إرمول، وكانت مقر للإله آمون في العصور المصرية القديمة، وهي أكبر قرى محافظتنا وتحتل المركز الثاني بعد قرية سخا القديمة، وكان اسمها الأصلي ديدمون، وتحرف الاسم على مر السنين والعصور إلى أن أصبح إرمون. أما عن السياحة الدينية في محافظتنا فهنلاقي أشهرها مسجد سيدي إبراهيم الدسوقي، واللي قرر السلطان الظاهر بيبرس بأن هو يبني زاوية للشيخ إبراهيم الدسوقي حتى يستطيع الطلاب أن يتلقوا منه العلم. وكمان هنلاقي مسجد سيدي طلحة، واللي كان سبب في تسمية محافظتنا باسمها الحالي. وهنلاقي كمان كنيسة العذراء اللي بيرجع تاريخها إلى القرن الرابع الميلادي. كمان محافظتنا فيها مصيف، ومصيف مشهور جدا، مصيف بلطيم. يبقى أنا كده حلت لكم المحافظة، مش فاضل غير إن انتوا تكتبوا اسمها في الكومنتات. كلمة وقالها فيلسوف: اللي يلف الدنيا يشوف. يا ترى كنا فين النهارده؟